تعالوا نشوف الشخص ده بيقول ايه. مشايخنا لابسين المموه وواقفين عمالين يحرضوا شبابنا ويملؤوهم غضب على عدوهم وعدونا. فليه بقى المجوس الروافض اصحاب العقيده الضاله هم اللي واقفين وقفه العز دي، واحنا اصحاب العقيده النقيه الصحيحه نايمين في العسل كده يا مين اللي وهمك وضحك عليك وقال لك ان الشيعة اصحاب العقيده الضاله واقفين وقفه العز والكرامه والشرف والكلام ده كله؟ شرف ايه؟ شرف ايه وعز ايه اللي بتتكلم عليه؟ طعنوا في اشرف هذه الامه، اشرف واحده في هذه الامه، اشرف امراه في هذه الامه اللي انت بتقول عليهم واقفين وقفه العز والشرف. طعنوا في عرضها، طعنوا في عرض ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. شرف ايه وكرامه ايه وعزه ايه اللي بتتكلم عليه؟ جبت الكلام ده منين اصلا؟ ولم تحدث بليه للمسلمين على مر العصور الا والروافض مشاركين فيها ضد المسلمين، والتاريخ شاهد. هو انت يعني عم عبد الله عاوزها خراب زي اللي بيحصل في ايران دلوقتي؟ هتستريح يعني انت يا حبيبي؟ انت فعلا عايزها خراب يا عبد الله، مش زي اللي بيحصل في ايران ولا حاجه. انت فعلا عايزها خراب. موضوع ايران ده خلاص يا عبد الله اتفضى، وهي اتفضى اصلا. الايراني لما لقى نفسه يخش في معركه وهيخسر من ابناء وطنه ومن ابناء جلدته عدد من الناس، قام على طول راجع للهدنه على طول وتم وقف اطلاق النار على طول. لكن انت يا عبد الله فعلا انت عايزها خراب فعلا. اللي مفكر ان الصهاينه هيعتقوك بعد ما يخلصوا على ايران هم والامريكان. الصهاينه حاطينها لك صريحه يا حبيبي. مفيش حد مفكر ان الصهاينه بعد ما يخلصوا على الايرانيين، ده لو خلصوا على الايرانيين اصلا او على الروافض، ده لو الكلام ده اصلا حقيقي وموجود، مين من الناس فكر التفكير ده مين من الناس اصلا فكر التفكير بتاعك ده؟ احنا عارفين ان الصهاينه اهدافهم 1 2 3 4. العجيبه بقى ان الروافض له هدفهم 1 2 3 4. مفيش فرق بين الاهداف، يمكن اهداف الروافض اخبث من اهداف اليهود كمان. على كتافهم بقالهم سنين وهم رافعين السلاح في وش اللي جاب، وبتعمل علاقات وتطبيع ودبلوماسيه عادي، وبتمد ايدك لنفس الدراع اللي عليه نفس الخريطه. لبنان، سوريا، العراق، كويت، مصر. لبنان، سوريا، العراق، الكويت. لبنان، سوريا، العراق، الكويت. يا ترى مين اللي خرب البلاد دي؟ يا ترى مين اللي خرب العراق ومين اللي خرب سوريا ومين اللي خرب اليمن ومين اللي بيسعى ان هو يضم قطر والامارات واليمن وغيرها من البلدان؟ يا ترى مين؟ عارف مين اللي انت بتدافع عنهم يا عبد الله؟ اللي انت بتدافع عنهم يا عبد الله دول اللي خربوا البلاد دي، مش اليهود. مش اليهود اللي خربوا العراق، مش اليهود اللي خربوا العراق وسوريا واليمن. اللي خرب العراق وسوريا واليمن الروافض اللي انت بتدافع عنهم. مصر، سعوديه. ولو سيبنا بقى الدين لاهل الدين يفهمونا، وجيت لي في منطقتي اللي انا بفهم فيها قصف. انت لا بتفهم في دين ولا بتفهم في سياسه، يعني انت منطقتك اللي بتفهم فيها الف ب دين انت ما تعرفوش، الف ب سياسه انت ما تعرفهاش. إيران من الناحية السياسية يبقى بيكسروا بيه آخر شوكة في حلق الصهاينة في المنطقة كلها اللي فوق. عبد الله بيمهد لفكرة إن الروافض هم اللي بيحاربوا اليهود، يعني هو بيمهد للفكرة دي إن اليهود بيحاربوا الإيرانيين، بيحاربوا الروافض، لأن الروافض هم اللي بيتصدوا لليهود إلى آخر هذا الكلام لهبل اللي عبد الله بيتكلم فيه. فعايز يمهد لهذه الفكرة. طبعا الفكرة أصلا باطلة، وواقعا ومضمونا وسياسيا وحقيقيا الفكرة غير موجودة أصلا. فأنت بتمهد لفكرة إيه؟ أنت بتمهد بتمهد لإيه؟ بتمهد إن فكرة إن الدجال هيطلع من عند الإيرانيين، هيطلع من أصبهان، ولا بتمهد لفكرة إيه بالظبط؟ شوكة إيه اللي هتنكسر أصلا؟ شوكة الإيرانيين هتنكسر، شوكة الروافض هتنكسر. يبقى كده مفيش حد بيدافع عن الإسلام. إسلام إيه اللي الروافض بيدافعوا عنه؟ اسلام ايه؟ عرفنا كده هو ايه الاسلام اللي الروافض بيدافعوا عنه؟ اسلام ان ابو بكر وعمر جبت بطاغوت؟ اسلام ان عائشه رضي الله عنها وقعت في الفاحشه؟ اسلام ان الصحابه كلهم كفار ما عدا مجموعه وعدد منهم قليل؟ اي اسلام ده؟ اسلام ايه ده؟ اسلام ان انا اتعامل مع المغول والتتار واعداء الامه الاسلاميه ومع اليهود ضد المسلمين واقتل فيهم وادبح فيهم. اسلام ايه اللي بتتكلم عليه ده؟ شوكة ايه اللي ما تنكسر ولا تروح في 60 مصيبه؟ الشوكه دي ما تنكسر شوكتهم الاثنين ولا يروح في مصيبه الاثنين، ان كانوا الصهاينه ولا الايرانيين. يسعوا فوق كل ده لامتلاك سلاح نووي في حين ما احنا لسه منتظرين بيسعوا في امتلاك سلاح نووي. الله، انتوا مش كنتوا زيطين بيهم وطالعين بيهم الدنيا ان عندهم سلاح نووي اصلا؟ يعني هم دلوقتي بيسعوا لامتلاك سلاح نووي ولا هم اصلا عندهم سلاح نووي؟
ايه اللي صح؟ يعني هم دلوقتي بيسعوا لامتلاك سلاح نووي ولا هم اصلا عندهم سلاح نووي؟ ما عايزين نفهم القضيه وعايزين نفهم الموضوع. يعني هو اصلا ما عندوش سلاح نووي، امال ايه الزيطه والزنبليطه اللي انتوا عاملينها ان عندهم سلاح نووي وما عندهمش سلاح نووي، وان هم بيقدروا يضربوا اليهود ويقدروا يضربوا الصهاينه بالنووي والكلام الفاضي ده. ده انت لسه بتقول بيسعوا لامتلاك سلاح نووي، واحنا بقى هنستورد الخرده اللي هي موجوده في الستينات والسبعينات. موافقة الكونجرس عشان يوردوا لنا قطع غيار الخردة اللي من الستينات اللي احنا بنسميها النهارده سلاح، وراحوا لا احنا عندنا سلاح يا عبد الله، شئت ام ابيت. في دول ما عندهاش لا سلاح ولا جنود ولا عندها حاجه خالص، يعني اعداد محدوده كده واسلحه محدوده، زي مثلا منها قطر وبعضها من البلدان. ولكن انا كمصر النهارده عندي سلاح وجيشي واقف على رجله، ولولا ان انا عندي سلاح وجيشي واقف على رجله كان زمان الصهاينه احتلوني من الصبح، او اقل شيء خالص فرضوا عليا ان انا هجر الفلسطينيين لمصر، وكانت القضيه الفلسطينيه ماتت. بكل قوة ورجولة مع النظام العالمي الرافض لامتلاكهم لهذا السلاح النووي، لأن نفس النظام العالمي ده عارف إن الصهاينة بيملكوا ما بين 75 إلى 400 رأس نووي، وعامل نفسه مش واخد باله. وذلك على العموم موضوع النووي والكلام الفاضي ده هيطلع في الآخر في شينك وكلام فاضي، عشان يسمح للصهاينة يسيطروا على المنطقة ويسوقونا زي البهايم. وحكوماتنا يا عبد الله هو اللي بينساه، اللي يقعد يشتم في جيش ويشتم في بلد ويتهم المسلمين ويدافع عن الروافض والكلام ده كله، دي اللي منساك مش احنا، مش الناس اللي منساك، انت اللي منساك، انت واللي معاك واللي بيسمعك. حبيبي موافقة مقابل ضمان الكرسي ويولع الوطن باللي فيه، ونفس زاد طبعا بأمارة سداد الديون، الامتيازات اللي اتعرضت على مصر علشان مصر تقبل مشروع التهجير، والحصار الاقتصادي اللي مضروب على مصر في الخفاء، وفي الاخر خالص انت بتقول لي عشان يحافظ على الكرسي وما يحافظش على الكرسي والكلام الفاضي. متخيل يا عبد الله لو انت في الكرسي كان زمانك سلمت من زمان وهجرت الفلسطينيين دخلتهم مصر بحجة ان دي محافظة على دماء الابرياء الى اخره. تخيل بقى انت لو راجل قاعد على الكرسي النهارده ومعكش جيش ولا تمتلك سلاح، كنت هتطلع لو انت بتحكم دولة مثلا من الدول دي، كنت هتطلع تتحدى وتقف ضد اليهود وانت لا تمتلك لا سلاح ولا جيش؟ انت متخيل؟ انت كنت هتعمل كده يا عبد الله؟ يا حلاوة. النظام الدولي ده بقى مركز مع ايران بس اللي مش من حقها تمتلك هذا النوع. قالوا قبل كده ان ايران تمتلك سلاح نووي وانها تستطيع ان تتصدى، والايرانيين طلعوا قالوا احنا عندنا سلاح نووي ونستطيع ان ندك اسرائيل في 5 دقائق، والكلام ده كله مصور، الكلام ده كله راح فين؟ اين اختفى كل هذا؟ راح فين؟ طلع تقول لي ده النظام العالمي منعهم انهم يمتلكوا سلاح نووي. يا راجل فوق يا عبد الله كده ويعجب، فوق يا عبد الله وبطل كذب وتدليس على الناس، فوق يا عبد الله وبطل كذب وتدليس على الناس.